السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. ففي هذا الحديث يخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يحب المؤمن الذي اتصف بهذه الصفات. الصفة الأولى التقوى لله تعالى، أن يكون متقيا لله، أي عاملا بطاعته مبتعدا عن معصيته. والصفة الثانية أن يكون غنيا، أي غنيا في نفسه، قانعا بما أعطاه الله تعالى من الدنيا، غير متطلع إلى ما في أيدي الناس. والصفة الثالثة أن يكون مستخفيا بالعمل الصالح، مخفيا لحاله أيضا، لا يظهر حاله ولا يتبجح بأعماله ولا يتبجح بصلاحه واستقامته، بل هو خفي متوار عن الأنظار، غير متطلع إلى مدح ولا ثناء. فالمؤمن الذي يكون كذلك يحبه الله تعالى، وهذه من أكمل صفات المؤمنين. ومن هذه الصفات التي يحبهم الله تعالى بها الصفة الثانية، وهي غنى النفس. فهذه الصفة وهي غنى النفس والقناعة بما قسم الله تعالى، وعدم الطمع والتطلع، هذه من أكمل صفات المؤمنين التي تجعلهم في هذه الدنيا في أطيب حال وأهنأ عيش،
فلا تراهم متطلعين ولا طمعين، لا تراهم مرائين ولا مجاملين، لا تراهم يعملون الأعمال لغير الله تعالى، إنما يعملون أعمالهم ويقولون أقوالهم لله، قد أخرجوا ما في قلوبهم من الطمع وحكموا عليها بالقناعة ورضوا بما قسم الله تعالى، وكان غناهم في قلوبهم عظيما. هذه الصفة، غنى النفس والقناعة، هي من الصفات القليلة في الناس، فأكثر الناس إلا من رحمه الله ليس عنده غنى في نفسه، وإن كان غنيا في يده لكن الفقر في قلبه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة المتفق عليه: ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. ليس الغني هو من ملك أعراضا كثيرة، من ملك بيوتا وعقارا وتجارات وأموالا ومركوبات. ليس هذا هو الغنى. ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. جاء في سنن النسائي الكبرى وصحيح ابن حبان عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا ذر، أترى كثرة المال هو الغنى؟ قال: نعم. قال: أترى قلة المال هو الفقر؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: ليس كذلك، الغنى غنى القلب والفقر فقر القلب. فإذا استغنى القلب كان بالشيء اليسير غنيا مستكفيا قنعا، وإذا افتقر القلب فليس يغنيه شيء في هذه الدنيا، لا يمكن أن يكفيه شيء في الدنيا. جاء في الصحيحين عن أنس بن مالك وجاء عن عبد الله بن الزبير وعن غيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان لابن آدم واد من ذهب لابتغى واديا ثانيا، ولو كان له واديان لابتغى ثالثا، ولن يملأ فم ابن آدم إلا التراب. هذا الحديث عبرة أن الإنسان لن يغنيه شيء من الدنيا إذا لم يستغن في قلبه. فلو وجد له واد من الذهب، واد بأكمله من الذهب، لابتغى واديا ثانيا لا يقنع به، مع أنه لو أنفق طيلة حياته أوسع النفقات لن يفنى الوادي من الذهب. لو أنفق على نفسه ومن يليه ومن يصاحبه ومن يقرب منه من هذا الوادي من الذهب لم ينتهي، لكنه لا يقنع به، يريد واديا ثانيا. ولو أعطاه الله واديين لم يقنع كذلك، لابتغى واديا ثالثا حتى يموت ويوضع وجهه وفمه على التراب فهنالك يقنع. فلن يملأ جوفه إلا التراب، ولن يغنيه في هذه الدنيا إلا غنى النفس. جاء بنحو ذلك عن سعد بن أبي وقاص أنه يوصي ولده، قال: يا بني، إذا طلبت الغنى فاطلب غنى القلب واطلبه بالقناعة، فإن المال لن يكفيك ولو كثر إذا لم يستغن قلبك. إذا لم يستغن القلب أبدا لن يكفي الإنسان ولو جمعت له الدنيا. ولذا هذا من عقوبة الله للإنسان أن يعاقبه بفقر القلب،
ولو جمع من الدنيا كثيرا يرى نفسه يريد الزيادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة نيته جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. من كانت الآخرة نيته يريد الدار الآخرة لا يريد الدنيا، عنده قناعة من الدنيا، قلبه مستغن منها لا يطمع فيها ولا يتطلع لها. من كانت الآخرة نيته جمع الله له شمله، لا يكون مشتتا ولا مفرق البال، مجموع الشمل، وجعل غناه في قلبه، كرامة من الله له، يستغني في قلبه، يرى نفسه غنيا وإن كان قليل المال. وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن أصبح وهمه الدنيا يريدها ويعمل لها وتفكيره فيها ومن أجلها، فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له، وكفى بهذه عقوبة أن يكون الفقر بين عينيه. لا يستغني وإن جمع ما جمع من الدنيا، ما دام فقره بين عينيه لا يرى إلا الفقر ولا يفكر إلا في الدنيا. ومن كان همه في الدار الآخرة والعمل لها استغنى في قلبه. وأنعم بها كرامة أن يعيش الإنسان غني القلب وإن كان قليل ذات اليد، فوالله إنه من أسعد الناس. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة فسرها جماعة من السلف كعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس والحسن البصري بأنها القناعة. فلنحيينه حياة طيبة هي القناعة، هذه هي الحياة الطيبة، طيب البال، طيب العيش، مطمئن النفس، ليس هلعا ولا طمعا في هذه الحياة الدنيا، مستغن في قلبه، كما أرشده إليه الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. من أصبح آمنا في سربه أي في مكانه وفي قريته وفي سكنه الذي هو فيه، وكان معافا في جسده وعنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. هذا هو المفلح، هذا هو المبشر بالنعيم في الدنيا والآخرة. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. من أسلم حقق هذا الإسلام ورزق كفافا، رزق من الرزق ما يكفيه دون زيادة، وقنعه الله بما آتاه، قنع بما أعطي من الدنيا، فهذا هو المفلح. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع. طوبى له، والطوبى أخذ من الطيب، طوبى له في الدنيا والآخرة، حياة طيبة في الدنيا وحياة طيبة في الآخرة. من هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع. قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة: يا أبا هريرة كن ورعا تكن أعبد الناس، وكن قنعا تكن أشكر الناس. وفي رواية للترمذي: وارض بما قسم الله لك تكن أشكر الناس. فيا أيها المؤمن اعلم أن غناك في هذه الدنيا هو غنى قلبك. والله لو جمعت ما جمعت وليس القلب غنيا
إنك فقير ومتطلع إلى الدنيا، وستظل في حياة غير طيبة حتى تموت، ثم تدفن فيملأ فمك بالتراب، فهنالك تعلم خسارة ما كنت فيه في هذه الحياة الدنيا. أقول ما سمعتم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا. أيها الناس، إن من أعظم الرزق الذي يرزقه الله تعالى العبد في هذه الحياة الدنيا لهو غنى النفس والقناعة فيها وترك الطمع، فهذا أعظم رزق يرزقه العبد في هذه الحياة. هذا كنز من حصل عليه قد نال فضلا عظيما، فليس كل الناس يقنع في هذه الدنيا، ليس كل الناس يستغني في قلبه. كثير من الناس ضيع حياته وارتكب المحرمات وجامل المخلوقين وعمل الطاعات لغير الله تعالى بسبب الطمع وعدم القناعة في قلبه وعدم الغنى. فعلى المؤمن أن يعلم أولا أنه لن يغنيه من المال شيء، لن يغنيه من حطام الدنيا شيء مهما جمع إذا لم يرزقه الله تعالى غنى قلبه. فمهما حصل عليه وقلبه فقير لن يستغني ولن يشبع ولن يكفيه. ولذا حمل أهل العلم ما جاء من الأحاديث فيها استعاذة الرسول صلى الله عليه وسلم من الفقر، حملوها على فقر القلب، كما حمل على ذلك الإمام أحمد وغيره من أهل العلم حين سئل كيف يستعيذ الرسول صلى الله عليه وسلم من الفقر والفقر فيه خير في أحوال كثيرة، قال إنما استعاذ من فقر القلب، من فقر القلب الذي إذا أصيب به الإنسان لن يكفيه وإن جمع الدنيا كلها. فعلى الإنسان أن يعلم ذلك يقينا أن غناه حقا في هذه الدنيا هو غنى قلبه وقناعته، وما سوى ذلك فلن يغنيه. وهكذا على الإنسان إذا أراد أن يستغني في قلبه بعد دعاء الله وتوفيقه أن يعمل بما أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أقدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. وجاء في رواية: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في الخلق أو المال فلينظر إلى من هو دونه. وقال أبو ذر رضي الله عنه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم ب7، وذكر من هذه ال7 قال: أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي. وهذا من الأحاديث العظيمة التي فيها صلاح لحال العبد وصلاح لقلبه ألا ينظر إلى من هو فوقه في أمر الدنيا. لا تنظر إلى من هو أكثر منك مالا، لا تنظر إلى من هو أوسع منك تجارة، لا تنظر إلى من هو أصح منك جسدا، لا تنظر إلى من هو أجمل منك بيتا، لا تنظر إلى من هو أكبر منك جاها ومنزلة بين الناس،
فإن هذا يدخل عليك الحزن، تحزن وتأسف على ما فاتك من الدنيا، وأيضا تزدري نعمة الله عليك، تحتقر نعمة الله عليك ولا ترى لله عليك نعمة، وأيضا تغفل عن شكرها، فلا تشكر نعمة الله لأنك لا تراها. لكن انظر إلى من هو أدنى منك. إذا كنت قليل المال انظر إلى من هو أقل منك مالا. إذا كنت مريضا انظر إلى من هو أشد منك مرضا. إذا كنت عندك بيت ليس بجيد انظر إلى من بيته أردى من بيتك. بهذا الحال ستعرف ما أنت فيه من الفضل ومن النعمة، فتستغني في قلبك وتعرف نعمة الله عليك وتشكر الله تعالى على ذلك، ويحصل لك الخير الكثير. وما ابتلي الناس في كثير من أحوالهم إلا حين نظروا إلى من هو فوقهم وغفلوا عمن هو أدنى منهم، فاحتقروا نعمة الله التي أنعم بها عليهم. هكذا أيضا انظر إلى حال الرسول وحال الصحابة رضي الله عنهم، كيف كانوا في غنى عظيم في أنفسهم، كانوا في غنى عظيم في نفوسهم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لو كان لي مثل أحد ذهبا، مثل جبل، لسرني ألا تأتي علي 3 ليال وعندي منه شيء. لأحببت ذلك، أنه لا تمضي 3 ليال وبقي لي من هذا الجبل الذهب شيء. قناعة وغنى في النفس عظيم. كان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. القوت هو الذي يكفي المسلم في يومه وليلته دون زيادة. كان الرسول عليه الصلاة والسلام بقدرته أن يدعو بما هو أعظم من ذلك وهو مستجاب الدعوة، ولكنه دعا الله برزق القوت دون أن يكون له أكثر من ذلك، لما يعلم عليه الصلاة والسلام من النفع العظيم في غنى القلب وفي القناعة في هذه الدنيا. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم. انظر بماذا وصفهم الله بعد أن أمر بالنفقة والإنفاق في سبيل الله. قال: وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. ثم قال: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض. فقراء أحصروا، منعوا من الخروج والدخول، أحصرهم المشركون، لا يستطيعون ضربا في الأرض، أي لا يستطيعون سفرا ولا تجارة ولا عملا. قال الله: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. عندهم عفاف عظيم، عندهم غنى في نفوسهم. إذا نظر إليهم الجاهل ظن أنهم أغنياء وهم من أشد الناس فقرا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن الناس له فيتصدقون عليه. لا يجد غنى ومع ذلك ظاهره الغنى، فلا يفطن له الناس ولا ينتبهون لفقره وحاجته بغنى قلبه حتى يلقى الله تعالى، حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. كذا غنى النفس. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعظم من هذا حاله ويثني عليه ويمدحه. جاءه مرة مال كما في صحيح البخاري عن عمرو بن تغلب، فأعطى ناسا من أصحابه وترك ناسا، أعطى ناسا من المؤلفين أو من المبتدئين في الإسلام ونحوهم، وترك من خيار الصحابة لم يعطهم. فقال عليه الصلاة والسلام:
إني لأعطي الرجل وأترك الرجل، والذي أترك أحب إلي من الذي أعطي، ولكني أعطي أناسا لما أرى في قلوبهم من الهلع والجزع، وأكل أناسا إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير، منهم عمرو بن تغلب. قال عمرو: والله ما أحب أن للدنيا بما فيها مقابل هذه الكلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. شهد له بغنى قلبه وأثنى عليه بذلك ومدحه، ليعلمهم عليه الصلاة والسلام كيف يكونون أغنياء في نفوسهم. فتأسي المسلم بذلك وتذكروا لذلك، هذا مما يعينه على أن يكون كذلك غني القلب. فاستغن أيها المؤمن بما قسم الله لك، وارض به، واقنع بما أعطاك الله، واعلم أن الله تعالى أعلم بمصلحتك وبما هو أنفع لك في الدنيا والآخرة. واعلم أيضا أن الدنيا لو جمعت لك بما فيها ولم يجعل الله الغنى في قلبك أنك فقير لا تستغني بشيء مهما كان. فاستغن بما أغناك الله، واقنع بما قسم الله تعالى لك، واسأل الله تعالى أن يرزقك غنى في قلبك، فإن هذا من أعظم الرزق الذي يرزقه الله تعالى من شاء من عباده المؤمنين. فنسأل الله جل وعلا أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.